يا مرحبا بالجميع. اليوم نكمل رحلتنا في منطقة ظفار، وبطريقنا إلى رخيوت شدني منظر الجمال وهي تعبر الوادي. والإبل في عمان ما هي مجرد حيوان، ولكن هي ثروة اقتصادية وتراث ورمز اجتماعي أيضا، وجزء من التوازن البيئي والحياة اليومية في ظفار. وأنا بالطريق إلى رخيوت مرينا على هالمنطقة الجميلة واللي هو في شاطئ المغسيل، وفيها أشياء ممتعة اللي هي نوافير تطلع من تحت الأرض بفعل ضغط الماء والهواء. وفي فعاليات كثيرة في هالمنطقة هذه، لذلك أنصح الناس يزورونها. وهي تزدحم الصراحة في المواسم، ولكن بحكم أن البحر هايج من الصعب أن الواحد يجلس في المنطقة كثير، لأن الوقت اللي حنا جينا فيه هو وقت العاصير، لذلك تشوف البحر هايج. ومن أجمل الطرق اللي مريتها اللي هو الطريق إلى رخيوت. طبعا اللي ما يعرف، ظفار تميز بتنوع طبيعي فريد يشمل الجبال والسواحل والسهول الخصبة وكذلك الصحاري. طبعا يميزها موسم الخريف، هذه اللي أشهرها، واللي هو يمتد من بين شهر 6 إلى 10 ميلادي. وفي ذاك الوقت تحول الجبال والوديان إلى واحات خضراء بفعل الرياح الموسمية اللي تجي من المحيط الهندي. ومعظم الناس يعرفون ظفار بصلالة فقط، اللي هي طبعا العاصمة وأشهر مدن ظفار، ولكن يوجد فيها مدن وهم يسمونها ولايات، مثل مرباط، طاقة، ورخيوت، وضلكوت. واليوم إن شاء الله بنمر على المدن هذه. هذه رخيوت، هي مدينة صغيرة على البحر بين هالجبال والوادي العظيم والبحر. مدينة مرة رائعة وجميلة، الجو فيها هادي، ما فيها زحمة ولا يجيها سياح كثار لأنها بعيدة شوي عن صلالة، ولكن البحر حقهم يعني مرة جميل. فمناظرها تسوى أن الواحد يروح يضرب مشوار. هي تبعد حوالي ساعة وشوي عن صلالة. وهذا البحر، طبعا البحر هايج في هالأشهر هذه، ولكن إذا جيت بعد شهر 10 يكون البحر هادي وجميل. بحكم قصر الوقت ما طولنا في رخيوت، والآن رايحين إلى ضلكوت. ضلكوت قريبة على الحدود اليمنية. مثل ما قلت لكم، ظفار كبيرة جدا، هي على حدود اليمن وأيضا على حدود السعودية، أو اللي هي الربع الخالي على حدود السعودية. كانت مركز عالمي قديم لإنتاج تجارة اللبان. وصل لبانها إلى الصين وموانئ التاريخ القديمة. تحتوي المنطقة طبعا على مواقع أثرية مهمة مثل البليد ومواقع من العصر الحجري، ورد ذكرها في كتابات الرحالة ماركو بولو وابن بطوطة. وكانت نقطة مهمة في طريق التجارة القديمة بين الهند وأفريقيا والجزيرة العربية. اللي يميز ظفار كثرة المياه وموارد المياه والأنهار والوديان والعيون. وهذه عين على الطريق وإحنا رايحين إلى ضلكوت، شدتنا بشكلها الجميل، فوقفنا نتفرج شوي عليها. من الأشياء المهمة اللي الواحد ينتبه له وهو رايح إلى رخيوت وضلكوت خطورة الطريق. الخطورة طبعا تجي من كمية الضباب. يعني اليوم الحمد لله محظوظين ما في ضباب، ولكن بالعادة الضباب كثيف جدا ويخلي الطريق مرة خطير. وجود أيضا الحيوانات مثل الأبقار والجمال بالطريق ما تساعد. هذه شجرة التبلدي اللي تعتبر من أقدم وأكبر الأشجار
في العالم، ويوجد في ظفار منها كمية محدودة، وهذه في ظلكوت، وهي معلم من معالم ظلكوت. يقدر عمرها 700 سنة، والله أعلم. أيضا مثل رخيوت، مدينة صغيرة على البحر، مطلاتها مرة جميلة، وهذا أحد المطلات. والجميل في هالمدينة ذي، أو يسمونها ولاية، الولاية هذين أول ما يبدأ الخريف في عمان يبدأ في ظلكوت. وظلكوت على حدود اليمن، يمكن تبعد نص ساعة عن الحدود بالضبط، اللي هي تسمى أيضا صرفيت، اللي هي منطقة الحدود. وهذا منظر البحر والجبال الخضراء. الجو الآن بارد شوي، يعني 23 درجة الحرارة. الرحلة لا يمكن تكمل إذا ما شفنا الوجه الآخر من ظفار، اللي هو عبارة عن بحار وشواطئ جميلة ومظلات جميلة وبعيدة عن الخضار والجبال. لذا رحلتنا بتكون إن شاء الله إلى مدينة مرباط. وهذه أحياء مرباط القديمة. مرباط تجمع بين عبق التاريخ وصفاء البحر وهيبة الجمال. كل زاوية فيها تحسسك إنك قدام مكان له روح وعمق تاريخي عظيم. كانت زمان ميناء مهم لتجارة اللبان والخيول أيضا، كانت تعج بالحركة والسفن والتجارة. مع مرور السنين إلى الآن ما فقدت سحرها ولا تغيرت هويتها. إلى اليوم إذا زرتها بتحصل أن تراثها باقي في بيوتها القديمة، وكذلك سوقها الشعبي وقلعتها اللي تشهد على تاريخ طويل، ومع مناظر البحر الخلاب اللي تشوفون هذه وجوها الرايق. مرباط تظل وجهها ما تنسى لأي أحد يزور ظفار. يبدو أن الطراز المعماري أقرب إلى الطراز اليمني من العماني في بناء البيوت في مرباط على الأقل. أحد أهم مزايا ظفار اللي هو البحر والشواطئ طبعا. وشواطئ ظفار تتميز بمزيج ما تلقاه الصراحة في أي منطقة ثانية، فيها البحر والجبال والوديان كلها مجتمعة في منظر. ومع موسم الخريف المنطقة كاملة تلبس اللون الأخضر ويصير الجو رائع، وكأنك يعني في جو مناطق استوائية. كذلك الشواطئ هناك هادية وما عليها زحمة، وهذا يخليها مكان مناسب للعوائل اللي تبغى جلسة رايقة، والمغامرين أيضا اللي يعشقون استكشاف الطبيعة البكر. بعض الشواطئ ممتازة للسباحة، ولكن ما هو في هالوقت هذا لأنه وقت عصير، في أوقات أخرى. والبعض الثاني مثالي للتصوير والمشي والاسترخاء. الشواطئ تمتد على مئات الكيلومترات ولا فيها أحد، فاضية. الأجمل من كذا أن الحياة الفطرية حول شواطئ ظفار تضيف لها طابع خاص. تقدر تشوف الدلافين والسلاحف
على بعض السواحل في صلالة، ومع وجود الطيور المهاجرة مثل الفلامينغو عند خور الدهاريز، تحس إنك في محمية طبيعية مفتوحة. الملامح هذه كلها تعطي المكان روح وحيوية وتخلي التجربة أجمل وأعمق. هذا أحد المطلات في ولاية طاقة، والصراحة شكله يخوف، وصوت البحر مخيف. زي ما قلت البحر ما هو مناسب في هالأوقات هذه اللي هي بين شهر 6 و10، لأنها وقت أعاصير وأمطار، ولكن بعد 10 تهدى الأمور. هذا شاطئ سمهرم، وهو عند قلعة كبيرة جدا اسمها سمهرم، كانت تستخدم قبل مئات أو آلاف السنين كميناء بحري لتصدير البخور واللبان العربي. فمريت القلعة، ولكن للأسف أن الكاميرا ما اشتغلت، البطارية فضت فما قدرت أصورها، ولكن إن شاء الله في رحلات ثانية. البحر جميل هنا، ولكن لا أنصح بالسباحة فيه أبدا. هذا شاطئ الحافة اللي هو في وسط صلالة، يعني عند السوق، ما تحتاج تروح بعيد، تروح للسوق وموجود. العوائل يحبون هالمنطقة هذه لقربه من صلالة وقربه للأسواق والخدمات. طبعا زي ما قلنا ظفار مشهورة باللبان العربي، وأول مرة أشوف اللبان العربي في حياتي، وهذا هي أشجار اللبان العربي. اللبان العربي وبالذات لبان ظفار ما كان مجرد رائحة جميلة أو بخور، كان قوة اقتصادية حقيقية حركت القوافل وشكلت طرق التجارة بين حضارات العالم قبل آلاف السنين. كان يعتبر الذهب الأبيض، وقيمته التجارية وقتها كانت تعادل قيمة النفط اليوم، وهذا اللي خلاه مطلوب عند كل الحضارات الكبرى. من ظفار كانت تنطلق القوافل عن طريق اللبان، وتمتد الرحلات لبلاد كثيرة مثل مصر القديمة يستخدم للتحنيط، واليونانيين والرومان للمعابد والطقوس، والهند والصين أيضا للطب والعطور. والطريق عمره هذا فوق 5000 سنة، وأيضا ساهم في قيام موانئ ومدن تجارية كبيرة مثل سمهرم والبليد في ظفار أيضا، لذا له تاريخ عظيم. بالنهار الواحد يتمشى على الطبيعة، وبالليل يقدر يمر هالأماكن الجميلة اللي هي احتفاليات التراث في عمان. ويقام هذا في نهاية شهر 7 وبداية شهر 8، وهو لإظهار الثقافة العمانية. والصراحة المكان جميل وممتع ولا يمل. أنا مريت يمكن ليلتين ورا بعض، فبخليكم مع هالمناظر الجميلة. عشيق ملهم طايف عيون حسان تشوف سلم سلم، عشيق ملهم طايف عيون.